قبل ما أبدأ أنا بقدم اعتذاري للتأخير، والتأخير ما أنا من الساعة 9 أنا جاهز، لكن من المراسم في ترتيب القاعة وأنا بتأسف للتأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. سيد رئيس مجلس السيادة، السادة أعضاء مجلس السيادة، السادة في الآلية الثلاثية الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، السادة في الآلية الرباعية، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، السادة السفراء، السادة الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، السادة قادة ممثلي الأجهزة النظامية، السادة ممثلي الإعلام، أجهزة الإعلام، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتحية والتهنئة لجماهير شعبنا الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار. التحية لكل الحضور في هذه الورشة التي تأتي تتويجا لمساعينا الجادة للمضي قدما في ترتيبات إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تلبي طموحات وأشواق أبناء وبنات شعبنا في النهضة والتقدم والازدهار. إن انعقاد هذه الورشة جاء في لحظة مواتية تمثل فرصة لم يكن يتوقعها كثير من الناس، ولذلك من واقع فهمنا بأن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة. ولذلك فإن الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعا، ونسير فيه بقناعة وفقا للمسائل الفنية المتفق عليها. من الحكمة أن نضع الأساس لذلك على النحو التالي: أولا، الإصلاح الأمني والعسكري ليس نشاطا سياسيا ولا يجب أن يخضع لأي أجندة سياسية، فهو عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للبلاد، قبلناه برضا ووعي كاملين، مستفيدين من التجارب الإنسانية في محيطنا الأفريقي والعربي والعالم. هناك الكثير من النماذج والأمثلة في عمليات الإدماج الجيوش التي تأتي غالبا في ظروف مختلفة عن الواقع السوداني، كما هو الحال في تجارب جنوب أفريقيا والفلبين وزيمبابوي وناميبيا وغيرها من البلدان. يجب علينا الاستفادة من هذه التجارب مع الأخذ في الاعتبار والفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان وحالة قوات الدعم السريع التي أنشأت وفق قانون نظم عملها وحدد مهامها. ثانيا، تحتاج عملية الإصلاح الأمني والعسكري إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهذه مهمة مؤسسات مدنية مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي. ثالثا، استنادا على الفقرة السابقة، لا بد من الإصلاح يشمل أجهزة الدولة كافة. إنني من هذا المنبر وطالما شرعنا عمليا في بحث ترتيبات الإصلاح الموضوع الأمنية والعسكرية، أنادي بأن يخرج هذا البلد من السجال السياسي تماما، فلا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات في عملية فنية معقدة وحساسة. غالبا أجزاؤها يجب أن يعالج خلف غرف محكمة الإغلاق. بلوغ النجاح في الإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية مرتبط بالأهداف السامية التي نسعى إليها، والتي يجب أن تكون محل إجماع وطني، وهي ترفيع وتعزيز الأمن القومي السوداني ومؤسساته بعيدا عن أي أجندة أو منافسة سياسية. سيداتي والسادة الحضور الكريم، لقد ظلت قوات الدعم السريع ولا تزال ملتزمة التزاما
التزاما لا لبس فيه بالانحياز لخيار التحول الديمقراطي الذي يضع السودان في مساره الصحيح، والشواهد في ذلك كثيرة منذ ما قبل 11 أبريل برفضها عن التظاهرات ثم انحيازها لخيار الجماهير مرورا بالمرحلة الانتقالية الأولى وما بعد 25 أكتوبر وصولا إلى مرحلة الاتفاق الإطاري الحالي، وسنظل متمسكين بهذا الخيار لن نجامل فيه ولن نتخلى عنه، وهذا بمثابة إعلام مبكر ورسالة ينبغي أن تدركها الحكومة المستقبلية التي ستتولى زمام الأمور في البلاد، أن التحول الديمقراطي هدف استراتيجي لا حياد عنه مهما كانت الظروف. الحضور الكريم، أعتقد جازما أن المدخل الصحيح لإعادة بلادنا من حالة التوهان السياسي والاقتصادي الذي تعانيه هو الحل السياسي الذي نعمل عليه بقوة من أجل توافق السودانيين على كلمة سواء، وأن نستعيد ثقتنا في أنفسنا كمدخل أساسي. إذا هزمنا الخلافات السياسية الضيقة فالفوز للجميع والنصر يحصد ثماره جميع السودانيين. هذه الورشة تمثل ختام ورش القضايا العالقة التي تفضي إلى الاتفاق السياسي النهائي، وبالتالي نحتاج للتركيز على الغاية الأسمى لهذه العملية السياسية، وهي فتح طريق النهضة أمام شعبنا ووطننا، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم له. إن الشواهد والمعطيات العالمية الراهنة تمنح السودانيين مزايا كبيرة إن أحسن استغلالها في الوقت المناسب، وتشكيل هياكل الفترة الانتقالية هو منصة الانطلاق داخليا وخارجيا لتعويض ما فات السودان منذ الاستغلال. السيدات والسادة، لقد منحنا هذا الشعب الصابر كثيرا من الفرص، ويجب أن يشعر الآن بأن قادر على حصاد ما صبر عليه. ولحسن الحظ والأزمات التي تمر بها بلادنا بالإمكان عبورها وبسرعة إن توحدت أهدافنا العليا وإرادتنا، وليس صعبا أن نعبر الطرق الوعرة ونستشرف طريقا ممهدا نحو النهضة والتقدم، الأمر الذي بأيدينا نحن شعب السودان في مختلف قطاعاته أن نضع السودان نصب أعيننا ونتحد في الأهداف ونختلف في الوسائل، فالسودان يسعنا جميعا. ختاما، أعيد التأكيد على أن تدشين هذه الورشة يعني بداية عملية الإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، ومن المهم مواصلة عمليات الإصلاح والهيكلة لتشمل بقية أجهزة الدولة، وهذا أمر على الحكومة المدنية القادمة أن توليه اهتماما كبيرا. على السودانيين خاصة القادة من مختلف الكيانات السياسية والمدنية تحديد الخطوات اتخاذ البلوغ الحل السياسي النهائي بتوافق تام يحقق الاستقرار لبلادنا ويؤمن لشعبنا حياة كريمة في وطن معافى. شكرا جزيلا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.